كثير بس هذا نقلك بسكوك وش تاخذ على الصلاة خلاص ناخذ بس لا يفوت الناس تصلي فيه والله هذا ليش هذا السعر السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. من أين أنتم؟ أهلا فيك. من وين الأخت؟ أنا من عمان. يا أهلا وسهلا فيك، حياك الله. أول مرة بتجي هان؟ من 19 سنة. ما شاء الله يا سيدي. بآخر المكان هذا في مكان بسموه محراب مريم. الموقع اللي كانت تقعد تتعبد فيه ستنا مريم، وكان يدخل عليها النبي زكريا ويجد عندها طعام. تعرفوا الآية اللي بتقول كلما دخل عليها زكريا المحراب، فهذا بسموه محراب مريم. أما المسجد، وعليكم السلام، أهلا وسهلا حدي. أما المسجد هذا بسموه المصلى المرواني، هذا جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى. ليش بيقولوا له مرواني؟ نسبة لمروان ابن الحكم أبوه للخليفة عبد الملك بن مروان. هذا لما أجوا الصليبيين على بيت المقدس ذبحوا في هذا المكان 70,000 مسلم وحولوه لاسطبل للخيل، مربط للخيل 87 سنة، لحد ما اجى صلاح الدين الايوبي حرروا واعادوا كمسجد. بعديه عاد هذا المكان مغلق 900 سنة، ما تم فتحه وترميمه الا بال 96. بال 96 الله هيئ لنا اخوه من الداخل من خط ال 48 اسمه الشيخ رائد صلاح، سمعتوا عنه؟ هذا الشخص اخذ على عاتقه ترميم وتصليح هذا المكان، جاب معاه 1500 متطوع اشتغلوا 6 اشهر يوم بيوم، لما نظفوه رجعوه احسن مكان عليه من السابق. هذا مساحته اكبر من الاقصى. هان يوم الجمعه بيبقى فيه 14,000 مصلي. تعرف ليش؟ السبب انه انفتح بال 96، مع انه إلنا معروف من قبل ال 67 كنا ننزل عليه، بس كان تراب ومهجور وسوق. ال 96 كان في مخطط، كان في مؤامره ما زال لحديث اليوم. كان اليهود ناويين يفتحوا باب من تحت يحولوا هذا المكان لمصلى إلهم، عشان هيك اخذوا ابو عمار سنه 2000 على امريكا عشان يوقع لهم على تحت الارض لليهود وفوق الارض للمسلمين. باراك وكلينتون في كان ديفيد. وين تحت الارض؟ اللي هو هذا. احنا هلا تحت ساحه المسجد الاقصى 10 ل 15 متر. رفض يوقع لهم، حبسوه برام الله وضيعوه سمموه. فهذا كان احدى الاسباب اللي قام عليها الشيخ رائد صلاح لترميم وتصليح هذا المكان. شوي يا شاطرين، شوي. هذه محل ما كانوا يربطوا الخيل الصليبيين، يحطوا حلقات حديد لربط الخيل وقت ما حولوه اسطبل. عشان هيك اليهود بعد ال 67 صاروا يطلقوا على هذا المكان اسطبلات سليمان. هلا لا في اسطبلات ولا في هيكل، كله كذب هذا طبعا طبعا كل شيء انه نعم. هذا نوع من عشان يثبتوا انه في لهم هيكل. لعنه الله يلعنهم الف لعنه السماء والارض. إن شاء الله نهايتهم قريبة، والعد التنازلي بدأ. مسألة وقت وزوال إسرائيل أقرب مما تتصور. إن شاء الله. بس مسألة وقت، لأنه وعد الله بده يتحقق. هذه الزيارة بس للإسلام، ما بدون فيها محتل مهما طال. طبعا لا يعلو إلا في الأرض مرتين، علو المرة الأولى. إن شاء الله العد التنازلي قريب جدا، قبل 4-5 سنين زوالها إسرائيل قريب جدا. شايفة هذا كله المساحة هاي أكبر من الأقصى. زي ما قلت لكم هان يوم الجمعة 14,000 مصلي بس هان. أيوة. الحمد لله تفرج عليه أيام رمضان العشر الأواخر. يبقى فيها من جنوب إفريقيا من لندن أكثر من 1500 واحد معتكفين العشر الأواخر هان. الحمد لله ما شاء الله. اللهم هذه هلا احنا تحت الساحه الحمد لله، تحت ساحه المسجد الاقصى 15 متر. هذا اللي بسموه تحت الارض، اللي قال كلينتون لابو عمار اعطي اليهود تحت الارض والكم فوق الارض. ايوه. وهذا عن هذا المكان كانت كل المكان
ليه؟ لحتى ياخذ تحت الارض يعني. عشان يسيطروا هم، مش حتى لو اخذوا هذا مش راح يشتكلوا، هم عينهم انه يوصل لقبة الصخرة ويهدموها ويبنوا الهيكل تبعهم المزعوم. المزعوم. ايوه، ما في لهم هيكل وما في لهم اي شيء يثبت انه في كنا هيكل. عارفينه بس بدنا العالم تعرف. لا عارفينهم. شوفي هلا هذه الحجار، ايوه هذه أول سور للقدس انبنى في عهد النبي سليمان قبل 3000 سنة، واللي كان يؤمر الجن في بناء هذه القلعة. تعرف إنه الرواية إنه كان النبي سليمان عنده السيطرة والقوة على الحيوان والجن، فكان يؤمر الجن. هذه أقدم حجارة موجودة أكثر من 3000 سنة، لأول سور انبنى في سور القدس، لأنه ورا هان بالضبط في مقبرة الإسلام اللي مدفون فيها صحابة الرسول. صلى الله عليه وسلم.